السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. الفيديو ديال اليوم غادي نوجد معكم جوج حوايج في هذا الفيديو. حريشة للكسكروط، وبطبيعة الحال غادي نوجد معكم حتى فطائر او مخنفر. بالنسبة لهاد الحريشات كيجيو زوينين، الكسكروط ودغيا كيوجدوا، كيجيو رائعين. كتقدروا تعمروهم بجوج د الحوايج، ثلاثه د الحوايج. المهم هانتوما كيف كتشوفوا، النص انا معمراه بالكونفيتور والنص معمراه بالشوكولات، وتقدروا تضيفوا حتى الفرماج كذلك. المهم غادي نخليكم مع هذا الفيديو تشوفوا كي كيجيو صراحه حريشات رائعين ولذاذين. وفي نفس الوقت غادي نوجد معكم الفطائر. بالنسبه لهاد الفطائر هادو حتى هما كيجيو غزالين، خفاف وزوينين للكسكروط وحتى للضياف الا جاوكم على غفله. يعني ما كيحتاجوش ياخذوا لينا واحد الوقت كثير. كيجيو الصراحه خفاف ولذاذ، دغيا كيحضروا. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو غزالين وغزالين بزاف. فما غاديش نطول عليكم بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك الا مازال ما مشاركين في القناه، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال الحريشات. بالنسبة للحريشات، أول حاجة غادي نستعملو سميدة رقيقة. بالنسبة للسميدة أنا هنا عندي نص كيلو ديال السميدة رقيقة اللي كنستعملو في الحرشة وفي البغرير. هنا عندي كأس ديال الدقيق الأبيض، عندي نص كاس ديال الزبدة المذابة، وكذلك عندي معلقة ديال السنيدة مليحة، وأيضا خميرة ديال الدار اللي هي الخميرة ديال الخبز، خمارة حمراء. وهنايا عندي الحليب. بالنسبة للحليب يعني كيبقى على حساب الخليط. اول حاجه غادي ناخذ الحليب، غنخوي على هاد الخميره ديال الدار. كيف لاحظتوا خويتو على هاد الخميره ديال الخبز، وغادي نخليوها حتى تطلق، يعني تندمج مع الحليب، وندوزو باش نحضروا هاد الحرشه. اول حاجه غادي نبداو بالنواشف. انا كيف لاحظتوا معايا ضفت الدقيق الابيض على السميده، وزدت عليه السنيده. بالنسبه للسنيده معلقه. غادي نوضع الخميره جانبا، غادي نخلط هاد النواشف كيف كتلاحظوا معايا. نخلطوها مزيان باليد ديالنا. هاد الحريشات كيجيو خفاف ولذاذ صراحه، ودغيا كيحضروا. يعني دغيا كتحضروهم، دغيا كتوجدوهم للكسكروط ولا حتى للضياف. تقدروا توجدوهم بالليل، الغد اللي زعما تفطروا بيهم، كيجيو الصراحه لذاذين. وهنايا ضفت على داك الخليط، زدت عليه ديك الزبده اللي مذوباها، نص كاس ديال الزبده المذابه، وغادي نبدا نبسبس باليد ديالي بهذا الشكل هذا. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كيندمج الخليط كامل مع بعضه. وهنايا عاد غادي نضيف هاد الخماره، وكنخلط جيدا على هاد الشكل هذا. من بعد ما كنخلطوه مزيان، كنشوف هاد الخميره هذه اللي ضفت ليها الحليب، كنخلطها غير بالصبع ديالي مزيان، وكنضيفها على الخليط، وكنعاود نخلط. يعني اي حاجه ضفتها كنخلطو مزيان باش ديك المكونات كتدخل مع بعضها، وبهكا كتندمج، ويعني ما كتجينا ناقصه حتى شي حاجه. وهنا كنضيف الحليب. يعني دائما الحليب ما تجيوش وتخويو كلشي دقه واحده، كتخوي بشويه بشويه وكتبداو تخلطوا. يعني هنا كتشوفي عينك ميزانك دائما، ما تكونش جاريه وما تكونش ناشفه بزاف. وما تنساوش راه غادي نخليها واحد شويه باش تنشف، يعني باش تشرب شويه. وهنا خليتها لقيتها يعني شربات بزاف، فزتها. كيف كتعرفوا راه كاينه السميده اللي كتشرب، كاينه السميده اللي كتشرب وكاينه السميده اللي لا. كيف كتعرفوا يعني كاينين جوج الانواع ديال السميده. انا شربات وزدتها، وغادي نخليها حتى تعاود تشرب مزيان، عاد غادي ندوز باش نخدمها. هنا بعد ما خليت الخليط كيرتاح وشربات بطبيعه الحال، ما نخليوهاش تكون ناشفه وما نخليوهاش تكون جاريه. المهم راه شويه مطلوقه، غتجيكم شويه صعيبه في الخدمه، ولكن
ماشي شي صعيبة بزاف. هنا بديت أنا هادي كنكوروها، عمرتها هادي بالشكلاط، هادي عمرتها بالشكلاط غير الفيديو ما تصورش من الاول. المهم اول حاجه كنديرو اننا في البلاصه فين كنخدمو كندهنوها مزيان بالسميده رقيقه، كتكون حدانا واحد الزلافه فيها السميده، كندهنو الارض مزيان بالسميده البلاصه اللي غنخدمو فيها واليد ديالنا، وكنكورو. بطبيعه الحال ملي كنكوروها مباشره كنحطوها في مقله ثقيله طيب. غادي نوريكم هنا طريقه واحده اخرى غنخدمها معكم. كيف لاحظتوا معايا انا كنخدم فوق البوطاجي، هاد البلاصه نخليها غير للخدمه فحال هكا تكراس لاي حاجه. غادي غنديرها الطيب ونبدا معكم وحده اخرى. كيف لاحظتوا انا السميده، شفتوا السميده في البوطاجي وفي اليد ديالي بطبيعه الحال. هنا دي درت ليها الشوكولات، كنضيفوا لها الشوكولات كنجمعها بهذه الطريقه هذه. وبطبيعه الحال ديما كنخدم بالسميده، كنهز الرش في اليد، في الصبيعات، في البلاصه فين كنخدموا. المهم تقدروا تضيفوا اي حاجه، تقدروا تضيفوا الشوكولات، تقدروا تضيفوا الكونفيتور، تقدروا ديروا اي حاجه. هنا انا درت ليها درت النوع الاول بالشوكولات، بطبيعه الحال بناتي بغاو الشوكولات. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل. وهنا غادي ندوزو باش نحضروا المخنفر او الفطائر. هادو كيوجدوا بسرعه. اول حاجه في المقادير عندي 2 كؤوس ديال السميده رقيقه، كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء، بطبيعه الحال العسل وبيضه وحده، زائد الملح وخماره حمراء بطبيعه الحال. هنا غادي ناخذ الاناء وغادي نضيف له 2 كؤوس ديال السميده رقيقه، زدت ليها خماره، قبيصه ديال الملح على حسب الذوق، وغادي نضيفوا العسل. في بلاصه السنيده تقدروا تضيفوا السنيده او العسل، المهم اللي متوفر عندكم. هنا خلطت هذيك النواشف مزيان وغادي نضيف ليهم الحليب مع الماء، كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، وغادي نضيف العسل. يعني الا كان النوع جيد احسن، ما كانش راه تضيفوا السنيده. هو بالعسل عاوتاني كيعطينا صراحه، كيجي زوين احسن من السنيده بوحدها. كنخلطوا هذا الخليط مزيان كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. وهنا عاد غادي نضيف البيضه، بيضه كامله، وغادي نخلط. غادي نخلطوا مزيان هذا الخليط كيف كتلاحظوا معايا. يعني ما كنحتاجوا لا خلاط كهربائي لا والو. كنستمر في الخليط على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي بهذه الطريقه هذه. هنا انا كنت مرطبه الخميره، خميره ديال الخبز ديال الدار، كنت مرطباها مع شويه ديال الماء، مخليتها حتى طلقات مزيان وضفتها على الخليط. غير ما صورتهاش في الاول. المهم خميره ديال الخبز ديال الدار كنضيفوها في الماء ومن بعد عاد كنضيفوها على الخليط. هنا بعد ما خليت داك الخليط حتى ارتاح ليا مزيان، غادي نجيب مقله تكون ما كتلصقش، بطبيعه الحال اللي كنخدموا فيها البغرير والمخنفر خليتها حتى سخنات مزيان وضفت ليها الزيت، وغادي ندوز باش نبدا نطيب هاد الفطائر هادو او المخنفر. هاد المخنفر كيجي خفيف وزوين ودغيا كيوجد، يعني ما كيحتاجش يبقى مده. هنا انا كيف لاحظتوا معايا ضفت مغرفه وغادي نخليه حتى كيطيب، يعني كيبدا يجي بحال مثقب بحال البغرير. نخليوه حتى يطيب وكنقلبوه وكنستمروا حتى كنكملوا هاد الفطائر هادو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر او المخنفر. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين صراحه، خفيف ولذيذ. وهانتوما كيف كيجي زوين ودغيا كيوجد، يعني تحضروه حتى للضياف اللي كيجيو على غفله بلا ما يعلموا حتى هما دغيا يعني كيوجد، ما ياخذش لكم وقت كثير. كتقدموا على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي من هنا الصراحه، وحتى الريحه يعني طالعه زوينه. وهانتوما كيجي خفافين على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. يعني ما كيشدش لينا بزاف، والمقادير ما فيش بزاف كيف لاحظتوا في الفيديو، يعني المقادير قلالين.
ودغيا كيوجد لينا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم انه ينال اعجابكم، وهنا غادي ندوزو باش نشوفوا الحريشات بطبيعه الحال بعد ما طابوا حتى هما. غادي نوريهم ليكم. بالنسبه لهاد الفطائر راهم كتقدموهم بطبيعه الحال مع العسل، كتحضروهم مع العسل. بالعسل كيجيو زوينين، احسن ما تضيفوا ليهم الزبده والزيت، ولكن العسل احسن حاجه. كيجيو صراحه لذاذ بزاف. وبطبيعه الحال اللي ما بغاش العسل راه ما كيديروش. بالصحه والراحه. وبالنسبه للحريشات، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. كيجيو صراحه لذاذين حتى هما. هادو معمرين بالشوكولاط، وهادو معمرين بالكونفيتور. صراحه كيجيو غزالين. ديال الشوكولاط ولا ديال الكونفيتور تقدروا تضيفوا الفرماج، تقدروا اي حاجه بغيتوها تقدروا تضيفوهم. حتى هما كيجيو خفافين ولذاذين ودغيا كيوجدوا. نتمنى حتى هما تجربوهم ويعجبوكم. هاد الفيديو وجدت لكم جوج حوايج في فيديو واحد وما طويلش بطبيعه الحال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم انه ينال اعجابكم. شكرا لكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.